بسم الله، السلام عليكم. مع مسابقة من سيربح المليون للصف التاسع باب الكسور الجبرية. معنا الطالب مصطفى وعثمان ومعاذ. هذه الحلقة الرابعة. ننطلق، جاهزين؟ بسم الله. والسؤال الأول يا معاذ. يا استاذ. عم يا استاذ. استاذ ما يطلعليش. معاذ، شنو قدامك السؤال؟ ابطال اللي كسر سين أبسط صورة للكسر. على ست عيب. س على س تكعيب هي إيه؟ 1 على س تربيع، والله س تربيع، والله 1 على س، أو غير ذلك. ويش بشويش، أبسط صورة للكسر س على س تكعيب هي 1 بسط فيه 1 بس على س تربيع، أو س تربيع، أو 1 على س، أو غير ذلك. معاذ. ايه يا استاذ ايه؟ أي اللي هي 1 على س تربيع. والإجابة جواب نهائي. جواب نهائي يا استاذ. ويستك العرض. إجابتك صحيحة على كل حال يا معاذ. 1 على س. طبعا نحن هنا نختصر السين مع السين تكعيب. سين مع السين يفضل 1، والسين تكعيب على سين يفضل سين تربيع. فعلا أبسط صورة هي إيش؟ 1 على سين تربيع. أحسنت يا معاذ، وهذه $100. السؤال الثاني يا عثمان. عثمان، نعم، جاهز؟ جاهز إن شاء الله. هاي السؤال الثاني. السؤال الثاني يا عثمان، أقرأ السؤال يا عثمان. ميم ألف للكميات 3 صاد 6 صاد 12 صاد تكعيب هو 3 صاد، والله 24 صاد تكعيب، أو سي 12 صاد تكعيب، أو غير ما ذكر. ميم ألف للكميات، يعني المضاعف المشترك الأدنى للكميات. 3 صاد، الكمية الثانية 6 صاد، الكمية الثالثة 12 صاد تكعيب. المضاعف هل هو 3 صاد الأدنى، أو 24 صاد تكعيب، أو 12 صاد تكعيب؟ عثمان، سؤال $200. هيا عثمان، سؤال بسيط. 12 صاد تكعيب 12 صاد تكعيب. جواب نهائي. إن شاء الله. جواب نهائي، إجابة صحيحة. فعلا المضاعف المشترك الأدنى هو 12، لأن المضاعف الثلاثة والستة وال12 قلنا علشان نعرف مضاعف العددي نجول الكبير. الكبير 12. هل يقبل القسمة على 2 الأخرات؟ 12 تقبل على 6، تقبل على 3. فعلا إذا المضاعف العددي هو 12. الصاد تكعيب، والصاد لما يقعد عندي رموز ناخذ الكبير في الأس. إذا هيكون خذينا العامل العددي 12، المضاعف العددي 12، والمضاعف الرمزي الأكبر في الأسري هو صاد تكعيب. إذا المضاعف المشترك الأدنى لكل هو 12 صاد تكعيب. 24 صاد تكعيب مضاعف لكن ما هوش أدنى، في أصغر منه اللي هو إيش؟ ال 12. إذا الإجابة إجابة سي. أحسنت يا عثمان. وننتقل إلى مصطفى. مصطفى، جاهز مصطفى؟ نعم، جاهز. هاي السؤال الثالث لمصطفى. $300. اقرأ يا مصطفى السؤال. ميم ألف للكمية الكميات. للكميات 2 لام 3 عين و4 سين سين تكعيب. تكعيب. هو 12 لام عين سين تكعيب، أو لا يوجد، أو 12 سين تكعيب، أو غير ما ذكر. الإجابة A 12 لام عين سين تكعيب. هل أنت متأكد؟ جواب نهائي. هذا جواب نهائي. الإجابة صحيحة، 12 لام عين سين تكعيب. أحسنت يا مصطفى. فعلا زي ما اتفقنا، نحن قلنا
المضاعف لازم يكون فيه، ما فيش حاجة اسمها لا يوجد مضاعف. أي كميات الهن عدد لا نهائي من المضاعفات، هذه اتفقنا عليها. لكن احنا نبحث على المضاعف المشترك الأدنى. فقلنا نبدأ بالكبير. الكبير الأربعة. الأربعة ما تقبلش على الثلاثة ولا تقبل على اثنين. نضاعف الأربعة. ضعف الأربعة 8، ما صار شيء، ما تقبلش. نزيدوا 4 أخرى 12. 12 تقبل على الثلاثة أو على الاثنين. إذا المضاعف المشترك الأدنى للعدد هو 12، يقبل على الأعداد الثلاثة. وبعدين الرموز، من كل رمز ناخذ. عندي لام وحدة نحطها، عين وحدة نحطها، سين تكعيب وحدة نحطها. بكل بساطة من كل رمز نحط. إذا فعلا الإجابة هي صحيحة، وهي الإجابة أي زي ما قال مصطفى. أحسنت يا مصطفى. الرد مرة ثانية المعاد. سؤال $500. سؤال $500. جاهز يا معاذ؟ جاهز أستاذ. تمام. سؤال $500، السؤال الرابع. في انتظار السؤال الرابع. نقرأ. أقرأ. ميم ألف للكميات، قوس ألف سالب باء، ألف سالب باء تربيع، 3 س زائد 1. هو المضاعف المشترك أدنى للكميات ألف ناقص باء وألف ناقص باء الكل تربيع وثلاثة في س زائد 1 هو 3 ألف س ناقص باء الكل تربيع، والله ألف ناقص باء، أو 3 ألف ناقص باء الكل تربيع س زائد 1، أو غير ذلك. ركز كويس. أنا حكينا على المضاعف المشترك الأدنى لما يكون عندي مقادير أقواس. هل هو ألف ناقص باء؟ هل هو 3 ألف س ناقص باء الكل تربيع؟ أم 3 ألف ناقص باء الكل تربيع س زائد 1 أو غير ذلك؟ معاذ، كان لقيت صعوبة أصدقائك 2 موجودين اللي معاك. احنا قلنا الحلقة فيها 3 أشخاص، معاك مصطفى ومعاك عثمان. أظن ما يعتبروش استعانة بصديق. استعانة بصديق من خارج الثلاثة أظن، لما تعجزوا أنتم الثلاثة. تمام. أستاذ، أي إجابة؟ دا يا أستاذ. باء. مش متأكد كده. باء. دا دال. دال دال يا أستاذ، أستاذ. دي. دال. جاب دال. يب. وافقوا الرأي يا نعم. مصطفى وعثمان؟ أنا موافق. موافقين، والإجابة صحيحة. 3 قوس ألف ناقص باء الكل تربيع س زائد 1. نحن طبعا اتفقنا على لما يكون عندي الكميات فيهن أقواس وفيهن أعداد. أول شيء نشوف الأعداد اللي برا الأقواس. أنا عندي كم عدد؟ ما عنديش إلا الثلاثة، فأنا أخذها. هاي الثلاثة هذه ناخذها، قضيتها. تمام. الأعداد اللي برا الأقواس نجيب المضاعف المشترك. عندي عدد واحد فقط، 3 ناخذ. بعدين الأقواس المتشابهة، عندي ألف ناقص باء وألف ناقص باء الكل تربيع، هذين أقواس متشابهة، ناخذ الكبير في الأس، خذيته ألف ناقص باء الكل تربيع. بعدين عندي قوس آخر مختلف اللي هو س زائد 1، حتى هو ناخذ، باش يكون هذا هو المضاعف المشترك الأدنى. 3 قوس ألف ناقص باء الكل تربيع س زائد 1. وأحسنت يا معاذ. ننتقل للسؤال اللي بعده. عثمان، جاهز يا عثمان؟ سؤال ألف دولار. جاهز. سؤال $1000. السؤال الخامس. السؤال الخامس يقول يا عثمان: يقول ميم ألف الكميات قوس عين ناقص 3 ضرب قوس ضرب. 2 عين زايد 2 و2 عين تربيع ناقص 4 عين ناقص 6 هو. عندنا 3 كميات، هذه كمية عين ناقص 3 وهذه كمية وهذه كمية. هاي المضاعف المشترك الأدنى متاعهم 2 عين تربيع ناقص 4 عين ناقص 6، والله 2 عين تربيع زائد 4 عين ناقص 6، أو باء وجيم صحيحان. جيم اللي هي عين ناقص 3 في 2 عين زائد 2.
الإجابة A باء 2 جيم عين صحيحتان. 2 عين تربيع زائد 4 عين ناقص 6. والإجابة باء 2 عين تربيع ناقص 4 عين ناقص 6. إجابة جيم عين ناقص 3 في 2 عين زائد 2. وباء وجيم صحيحان، وعثمان قال باء وجيم صحيحان، وعثمان صح. أحسنت يا عثمان. هذه صح وهذه صح. ليش؟ لأن نحن شنو العلاقة بين القوسين هذين والكمية هذه؟ شنو العلاقة؟ حنلاحظ أن القوسين هذين هن عبارة عن نفس المقدار، هن مفكوك بتاعها، هذا مفكوك القوسين هذين. لما نضرب عين في 2 عين تطلع لي 2 عين تربيع، وسالب 3 في زائد 2 تطلع لي سالب 6. والحد الأوسط اللي هو سالب 4 عين منين جاي؟ سالب 3 في 2 ب6 بسالب 6 عين، وعين في 2 بزائد 2 عين، سالب 6 وزائد 2 سالب 4 عين. إذا المقدار هذا الثلاثي هو مفكوك هذين، يعني هو نفسه. حاصل ضرب معناها يشملهن الاثنين، معناها هذا إجابة صحيحة لأنه هو يقبل على نفسه، بما أنه هو عبارة عن حاصل ضرب معناه يقبل عليهن الاثنين. أو خذينا المضاعف المشترك بدون ما نفكونه. مضاعف المشترك عين ناقص 3 في 2 عين زائد 2، هذه تقبل على عين ناقص 3 وتقبل على هذه، وهذه هي نفسها زي ما اتفقنا، قلنا المقدار الثلاثي هو نفس القوسين هذين. إذا باء وجيم صحيحان. أحسنت يا عثمان. خذينا الأسئلة كلها في المضاعف المشترك الأدنى إلى الآن. السؤال السادس يا مصطفى. أقرأ يا مصطفى. اختصار س ناقص 3 على س قسمة 3 ناقص س على س. طبعا وقت يا ورقة الدكتور. وقلم وابدأ توه قبل ما جانك الإجابات، كل واحد يكون معاه ورقة وقلم وابدأ حلها. هي باش تعرف أي إجابة فينا، هل الإجابة سالب 1 أم الإجابة 1 أم الإجابة غير ذلك اللي هن 1 وسالب 1 و2. هل الإجابة 1 ولا سالب 1 أو 2 أو إجابة أخرى؟ هيا دي ورقة وقلم وشوف شو اللي يصير معك. وصلت للإجابة ولا ما زال؟ س ناقص 3 على س. كمل يا مصطفى. مصطفى. س ناقص 3 على س ضرب. أحسنت، نغير القسمة إلى ضرب س على سالب 3. أيوة، ونجيب المقسوم عليه على 3 ناقص س. 3 ناقص س. شو درنا نحن؟ س ناقص 3 على س خذيناها زي ما هي، القسمة حولناها لضرب، وعشان نحول القسمة لضرب نقلبوا ايش المقسوم عليه اللي هو الكسر الثاني. هذه تقعد بسط وهذه تقعد مقام. عندي تحليل، عندي اختصار، عندي شنو عندي تو؟ مصطفى. السين مع السين. سين مع السين. سين ناقص 3 مع 3 ناقص سين، شنو اختصارها هاي؟ اختصارها شنو؟ على طول نغير الإشارات. نقدر نجيبوه على طول. قلنا اختصارها شو يساوي؟ باش نغيروه. سالب 1. سالب 1. دائما أي مقدارين معكوسات نفس المقدار نفس الكميات، فقط الإشارة تختلف، الترتيب يختلف والإشارة سالبة، الناتج اختصارهن سالب 1. يعني س ناقص 3 على 3 ناقص س تساوي سالب 1. س ناقص ص على ص ناقص س تساوي سالب 1. لام ناقص باء على باء ناقص لام يساوي سالب 1. أي كميتين نفس الكمية، س وهنا 3، س و3، لكن الترتيب يختلف. هنا س ناقص 3، هنا 3 ناقص س. ما دام نفس وإشارة سالب مش زايد، الناتج حيكون سالب 1. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة شنو؟ مصطفى؟ الإجابة B سالب 1. الإجابة B اللي هي سالب 1. أحسنت يا مصطفى.
إذا الإجابة بي وإجابة صحيحة، وهذين 2000 دولار يا مصطفى. أحسنت. السؤال اللي بعده لمن؟ لمعاذ. هيا معاذ. ياسر. معاذ ولا لا؟ جاهز؟ نعم. سؤال 2000 دولار. السؤال السادس. تمام. أبسط الصورة للكسر 9 ناقص س على س ناقص 9. اقدر اجيبها من غير الاجابات، من خيرات. غير ما نكتبها يا معاذ، تو كنا نحكوا عليه. سالب 1 يا سالب. سالب واحد. اعكسها. سالب 1. شوفوا اعكسها الاجابات، لك. هل هو 1 نعم. سالب 1 ام 9 ام غير ذلك؟ زي ما قلنا نفس الكميتين 9 وسين، سين و9، سالب 1. تكملات سالب معكوسات، الناتج دائما سالب 1. احسنت، وهذين 2000 دولار يا معاذ. الاجابه سالب 1. انتقلوا للسؤال السابع. 4000 دولار يا عثمان. بس ما فيك استاذ. يا عثمان. شوي خلينا نحدها بس السريع. س زائد 2 على س تربيع ناقص 4 هل تساوي 1 أم تساوي س ناقص 2 أم تساوي 3 على س ناقص 2 أم تساوي 1 على س ناقص 2؟ يلا بشويش، خذ ورقة. 1 على س ناقص 2. متأكد؟ متأكد إن شاء الله. خلينا نشوفوها كيف جبتها كذا. بالله عليك كيف جبتها؟ س نحطوا س زائد 2 على س زائد 2 قوس وقوس س ناقص 2. أحسنت يا عثمان. س ناقص ونختصر. 2 تربيع ناقص 4 عبارة عن فرق بين مربعين، تتحلل إلى قوسين س ناقص 2 وس زايد ايش 2. مظبوط. وبعدين تو نختصروا. س زايد 2 تمشي مع س زايد 2. شو فضل هنا البسط؟ ما فضل شيء، لا فضل 1. شو فضل في المقام؟ س ناقص 2، وهي الإجابة ايش؟ الإجابة دال، زي ما قال عثمان. ما شاء الله عليك يا عثمان، أحسنت. الإجابة صحيحة، وهذين 4000 دولار للسؤال السابع. انتقلوا للسؤال الثامن. أو نوضحوها مرة أقرأها، أنا مكتبين الشرح متاعها توضيح أهو زي ما قلنا، ونعودوها مرة ثانية. س زائد 2 على س تربيع ناقص 4 س زائد 2، وهذه طبعا ممحية س زائد 2 وس ناقص 2، وهذه تمشي مع هذه، يفضل 1 على س ناقص 2. السؤال اللي بعده يا مصطفى ولا لا؟ مصطفى. إيه نعم. السؤال اللي بعده. وين السؤال الأستاذ؟ التالي هو ألف زائد باء على ألف ناقص باء ناقص ألف على ألف على ألف في أبسط أبسط صورة صورة. يساوي. هل الإجابة 1 أم 2 أم سالب 1 أم جميع ما سبق خطأ؟ نفس الشيء، خذ ورقة وقلم وعلمها لك. ألف زائد باء على ألف ناقص باء ناقص ألف على ألف في أبسط صورة. المرة عملية الجمع والطرح. زي ما قلنا لما يكون قدامنا كسور نحدد هل هي ضرب ولا قسمة ولا جمع ولا طرح. إذا كانت جمع وطرح معناها هل هي كذا كذا ولا كذا كذا، هي متحدة المقامات ولا لا. شو نديروا يا مصطفى هنا؟ مصطفى. نعم. نديروا نضعهن على على مقام واحد ما دام المقام متشابه. ألف صح؟ أنا ألف وأنا ألف وأمشي ونبدأ نحط البسوط. ألف من اللي علي مل ألف زائد باء زايد باء ناقص باء زائد ألف ناقص باء زائد ألف. أحسنت يا مصطفى. شفتوا مصطفى شنو قال؟ شفتوا مصطفى شنو دار؟ مع أن هذه ناقص، هذه ناقص، لكن مصطفى قال زايد. ليش؟ لأن عندنا لما تسبق إشارة الناقص قلنا ننتبه جيدا، إشارة الناقص تعكس الإشارة الثانية. إشارة الناقص تعكس الإشارة الثانية، إذا كان سالب تقعد موجب،
لو موجب تقعد سالب. أصبحت بالشكل هذا. وبعدين أنا نشوف شنو الحدود المتشابهة. ألف زائد ألف كم؟ 2 ألف. 2 ألف. كويس. باء ناقص باء 0. صفر. باء ناقص باء صفر. أصبحت 2 ألف على ألف. إذا الإجابة الأخيرة كم تبي تكون؟ آخر خطوة. ألف تمشي مع الألف تبدأ 2. ألف تمشي مع ألف. إذا الإجابة هي 2. أحسنت يا مصطفى. ممتاز يا مصطفى، ما شاء الله عليكم لعنتوا ماشيين صح. إذا الإجابة هي 2. تمام. نوقف شوية لصلاة العشاء ونلتقي بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. ماشي. إلى اللقاء. تمام.